السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما المسيحيين يقول لك ايه، احنا عندنا نص بيقول لك الله ظهر في الجسد. قول له طيب النص اليوناني اللي اتكتب بيه العهد الجديد، فين اقدر الاقي الله ظهر في الجسد؟ يعني ما نيجي نقرا مثلا كده كي اوميلو ريمينوس ميغا استن توتس ابسيفياس ميستيريون اوس، هذا الشاهد بقى. خلاص، اف نيفروثي ان ساركي إيديكيوثي. لو خدنا بالنا من آخر 3 كلمات، أفسيفياس تس أفسيفياس ميستيريون أوس إثنيروثي إن ساركي إيزيكيوثي إن منيفمتي. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. فين بقى كلمة الله ظهر في الجسد؟ احنا بنسألكم فين؟ قول له اتفضل طلع لي كلمة تون ثيون أو ثيوث من النص. تو تس أفسيفياس ميستيريون أوس إثنيروثي إن ساركي إدياكوثي. فين كلمة بقى الله ظهر في الجسد في النص؟ طبعا كلمة ساركي يعني جسد، جاء من كلمة ساركس. إثنيروثي يعني تراءى أو ظهر، لأن كلمة فوني معناها ظهر. فإحنا بنسأل فين كلمة الله ظهر في الجسد؟ هو النص بيقول كي إميلو رومينوس ميغا إستن تو تس إفسيفياس ميستيريون أوس إثنيروثي إن ساركي إدياكيوثي. فاحنا بنسأل ان بنفمتي اوفثي انجيلوس، ان بنفمتي اوفثي انجيلوس. يعني وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، تبرر في الروح تراءى لملائكة. فاحنا بنسأل بمنتهى الهدوء فين كلمة وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. انت عشان تخلي النص كده فهنعرف هنا فين ظهر في الجسد، اللي هي كلمة إثنيروثي إن ساركي. يبقى لما نيجي من هنا نقول ميستيريون أوس إثنيروثي إن ساركي إزيكيوثي إن بديفمتي أوفي إنجيلوس. طبعا لما بيكون في 2 غامة زي كده بتنطق الاتنين زي نوع من الجيم، انجيلوس يعني تراءى لملائكة. طبعا انا بتحدى المسيحيين في هذا النص، تيموثاوس الأولى 3:16 يثبت لي فين الله ظهر في الجسد، وانا دلوقتي اعلن اعتزال المجال ده. انا هسيب البث ده لمدة ربع ساعة. هقرأ تاني بسرعة. كي أوميلو غيمينوس يعني وبالإجماع، دي كيريوا. أوميلو غيمينوس يعني بالإجماع. ميغا استنتو تس هو سر التقوى. إيزيكيوثي تس أفسيفياس ميستيريون أوس إثنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوفي
إنجيلوس. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. أيوة، إيه هو بقى؟ الذي ظهر فين؟ في الجسد. فين بقى كلمة الله ظهر في الجسد؟ احنا عشان نخليها الله ظهر في الجسد لازم بعد كلمة أوس دي هتبقى في كلمة هنا تونسيون. يعني بعد، معلش هضطر، بعد الكلمة دي اللي هي ميستيريون أوس إفنيروثي إن ساركي. ساركي يعني جسد يا جماعة. فالمفترض إن احنا بعد كلمة ميستيريون أوس تيجي كلمة هنا إيه؟ تونثيون أو ثيوث، عشان تبقى كلمة ميستيريون أوس تونثيون إفنيروثي إن ساركي. يعني لكن مفيش كلمة تونثيون أو ثيوث أو ثيو. يبقى هنا ميستيريون أوس إفنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس. تاني يا جماعة، تاني طبعا عليا بلاغات شديدة. نرجع مرة تانية، معلش الكاميرا لما بفتحها باخد بلاغات. مفيش كلمة الله ظاهرة في الجسد في النص. مفيش كلمة الله ظاهرة في الجسد في النص. يبقى كلمة ميستيريون أوس إفنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس، يعني وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. فين كلمة الذي ظهر في الجسد بقى؟ اهي اللي مش عارف يوناني يعني ميستيريون أوس إفنيروثي إن ساركي، بس ده اللي احنا يهمنا. انا هعملها لك اهي مظلله بحيث برضو الناس اللي هتسمع البث ده بعد شويه، ده اللي يهمني انك تعرفه من النص. يعني اللي مظلل بالازرق ده اللي يهمني انك تفهمه، ده اللي يهمني انك تفهم منه. هناخد من اول هنا ميستيريون أوس إفنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس. فين بقى كلمة الله في الجملة دي؟ طبعا دي كلمة إفسيفيوس يعني تبرر. خلاص، إفسيفيوس التقوى. ميستيريون أوس الذي، أوس يعني الذي. فين بقى؟ إفنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. أوس إفنيروثي إن ساركي إديكيوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس. فين بقى كلمة الله ظهر في الجسد؟ اللي هي دي. عملت لك الصدمة بسرعة، اسلوب الصدمة. قول له اتفضل. هنحط هنا الترجمة النقدية وهنمشي مع الترجمة بالظبط. ناخد كلمة عظيم سر هو التقوى اهي. كي أميلو فيمينوس ميغا استين توتس إفسيفياس ميستيريون أوس إفنيروسي إن ساركي إدياكوثي إن بنفمتي أوف في إنجيلوس. فين يا عم كلمة الله دي؟ فين؟ انت بتخدع نفسك طبعا، انت بتبني عقيدة على هذا النص. طب لما يكون الكلمة دي مش موجودة، كلمة أوس ميستيريون أوس إفنيروسي إن ساركي الذي ظهر في الجسد، عشان نثبت أو عشان المسيحيين
يخلوا كلمة الله دي المفترض تيجي فين بقى؟ ميستيريون أستون توثيو أو تونثيون إفنيروثي إنساكي. ده لو فرضنا إن النص فيه الله. لكن كلمة أس أهي يا جماعة اللي مش عارفين، مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، يا ريت حد يفهمني أنا بتكلم مع نفسي ولا النص، ولا انتوا سامعيني ولا لا. أنا بحاول أنا والله يعني إيه أسهل المعلومات على قد ما أستطيع. قول له تعالى يا عم، أنت بتبني عقيدة التجسد، ولو إن النص ده ضد التجسد على فكرة. لأن كلمة إفنيروثي غير خلص. المهم هنا أنت عايز تثبت الله ظهر في الجسد، انت بتعتمد على النص اليوناني في اثبات العقيده ولا بتعتمد على الترجمه العربيه؟ ها، انت بتعتمد على ايه؟ يعني انا مثلا كمسلم لما بتيجي طبعا انا باخد بلاغات، انا كمسلم بتقيم عليا الحجه، بتقيم عليا الحجه من خلال اللغه الاصليه للوحي، ولا بتجيب لي ترجمه تركيه للقران وتقول لك اتفضل؟ لا، انا بثبت عليك في اقتباسي على عقيدتك من خلال كتابك بلغه الوحي الاصليه. لغه الوحي الاصليه بتقول ايه؟ ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه مثلا، ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا. طب أنا هنا بعتمد على النص الأصلي ولا بعتمد على ترجمة من التراجم الخاصة بالقرآن الكريم؟ نفس الموضوع. اللغة الأصلية للعهد الجديد هي اللغة اليونانية. فهنشوف كلمة بقى أوس ولا تونسيون. هي المشكلة في الكلمة دي، المشكلة أصلا هنا في كلمة أوس دي. المفترض كلمة أس اللي هي الذي الله، فالمفترض تبقى ثيوس. طبعا هم حولوا كلمة أس اللي في اليوناني الذي إلى الله في العربي. طب هي فين في اليوناني هنا؟ وصلت معاك؟ دي اللي احنا بنتكلم فيها. أس الذي، يبقى أنت لو عايز تخليها الله فالمفترض تخليها ثيوس مش أس. وصلت معاك؟ أس إفنيروثي إن ساركي. ساركي يعني جسد. خلاص؟ وصلت معاك؟ يبقى هي مربط الفرس فين في النص ده يا جماعة عشان ما نطولش عليكم؟ كلمة ميستيريون أس إفنيروثي إن ساركي، يعني أس الذي خلاص ظهر في الجسد. فين كلمة بقى الله ظهر في الجسد؟ يبقى ما دام كلمة أس دي هنحط كلمة، أنا هكتبها لك أهي باليونانية أهي، فالمفترض هنحط الكلمة دي. شوف هتبقى كده. ده لو في حالة ان النص كده. شفت كلمة ثيوس مكان كلمة ايه؟ برضو الناس اللي بتقرا التعليقات، بدام كلمة أس اللي هي الذي، يبقى كلمة أس الذي غير الله في النص. يبقى كي إيميلو غيمانوس ميغا استنتي توتس أفسيفياس ميستيريون أس إفنيروسي إنساركي، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد إن بنفمتي أوفي إنغيلوس، تبرر في الروح تراءى لملائكة. يبقى فين كلمة الله في النص؟ تحريف ولا مش تحريف؟ تحريف قامت به الكنيسة لتدعيم أفكار لاهوتية خاصة بقضية التجسد.
يبقى احنا بنطالب المسيحيين ان هم يقولوا لنا فين كلمة الله في النص اليوناني، اللي هي هتبقى مكان كلمة اوس اللي هي دي، هتبقى ثيوث ميستيريون اوس افنيروسي انساركي دياكوثي امبنثمتي اوفي انغيلوس تراءى لملائكة. كلمة اثنيروسي اوفي يعني ظهر او تراءى، جاية من الفاعل فوني ظهر. اوفي يعني تراءى، تراءى وظهر بمعنى واحد. خد بالك، يبقى في كلمة الله ظهر في الجسد، اللي سمعني يكتب واحد. ده كان يعني انا يعني عرضت الامر بسهولة بدون ما انا كنت عايز اقول تفاسير يونانية كمان واثقل البث عن كده، لكن انا بنزل لمستوى العوام المسيحيين عشان يروحوا ل يعني اساتذتهم ويقولوا لهم احنا في واحد مسلم بيتكلم يوناني بيقول لكم فين كلمة ثيوث اللي مش موجودة، مكتوب كلمة اوث افنيروسي انساركي فين؟ يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ حطيت في الترجمة العربية كلمة مش موجودة في النص الأصلي لتدعيم فكرة لاهوتية. لتدعيم فكرة لاهوتية. شكرا لكم ونلتقي في بث آخر إن شاء الله.